الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد أيها الأخوة، فنحن في سلسلة في بيان أصول منهج السلف، ونحن اليوم مع الأصل الثالث. تكلمنا في الأسبوع الماضي عن الأصل الثاني، ألا وهو التمسك بالسنة والدعوة إليها. اليوم نتحدث عن أصل آخر، ألا وهو الرجوع إلى فهم السلف في فهم الدين وفهم الكتاب والسنة. الرجوع إلى فهم السلف في فهم الدين وفهم الكتاب والسنة. وكما مر معنا، السلف أصالة يراد بهم الصحابة رضي الله عنهم ومن تبعهم من القرون المفضلة، قرون الخيرية، قرون السلف، كما في الحديث: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. قال الراوي: ولا أدري أذكر النبي صلى الله عليه وسلم بعد قرنه قرنين أو ثلاث. هذه قرون السلف. فهذا أصل عظيم، ألا وهو الرجوع إلى فهم السلف في معرفة الكتاب والسنة ومعرفة الدين. الرجوع إلى فهم السلف، فهم الصحابة رضي الله عنهم الذين نزل بينهم التشريع. هذا الجيل الذي هو حلقة الوصل بين الرسول وبين الأمة، جيل الصحابة، حلقة الوصل بين الرسول وبين الأمة. فسمعوا القرآن مباشرة من النبي عليه الصلاة والسلام، وعرفوا مراد الله جل وعلا منه، وسمعوا النبي عليه الصلاة والسلام في السنة، في الأحاديث التي كان يبينها ويبين من خلالها الدين مباشرة. فلم يدخل إليهم الالتباس، فلم يدخل إليهم اللبس والالتباس. أما الأجيال التي تأتي بعدهم فهم بحاجة إلى حلقة الوصل هذا، لأن الأجيال بعدهم كثرت فيها الفهوم والآراء والاجتهادات، فهم في حاجة إلى هذه الحلقة، حلقة الوصل، حتى يعرفوا الدين. فحلقة الوصل هي الصحابة رضي الله عنهم. طبعا هذا الفهم، فهم الصحابة، أخذه العلماء بعدهم، علماء التابعين وتابعيهم، وهكذا انتقل عبر أجيال الأمة. إذن هذا أصل عظيم، ألا وهو الرجوع في فهم الدين إلى فهم السلف رضوان الله عليهم ومن سار على طريقهم. وقد يقول قائل، أليس المسلمون جميعا يقولون نرجع إلى فهم السلف، نرجع إلى فهم الصحابة؟ المسلمون على اختلاف طوائفهم من أين يأخذون الدين؟ أليسوا يرجعون إلى الصدر الأول؟ الجواب يتضح من خلال ما وجد من طوائف ظهرت في عصر الصحابة. فأولا ظهرت الخوارج في عصر الصحابة. الخوارج هل أخذوا فهم الدين من الصحابة؟ هل رجعوا إلى الصحابة وأخذوا الدين منهم وأخذوا فهم نصوص الكتاب والسنة منهم؟ الجواب معروف. الخوارج حاربوا الصحابة وقاتلوا الصحابة وكفروا الصحابة، استحلوا دماءهم كما هو معلوم، قتلوا كثيرا من الصحابة، قتلوا خباب بن الأرت وبقروا بطن زوجته وأخرجوا الحمل وقتلوه. والخوارج قتلوا عليا رضي الله عنه أمير المؤمنين في زمنه، خيرة خلق الله في ذلك الزمن، قتلوه واستحلوا دمه. فإذا هم لم يرجعوا إلى الصحابة في فهم الدين، لم يرجعوا إلى الصحابة في فهم الدين. فهل يقال هؤلاء أيضا من أين أخذوا؟ أليسوا من المسلمين؟ أليسوا أخذوا الدين من الصدر الأول؟ الجواب أيها الأخوة واضح. هؤلاء خالفوا الصحابة ومرقوا عنهم وعن منهاجهم، واستقلوا بفهم الدين في معزل عنهم، فجاءوا إلى نصوص الكتاب والسنة
فأرادوا أن يفهموها بعقولهم، والنتيجة ماذا حصل؟ حصل تخبط طويل وعريض، واختلطت الأوراق، وانحرفوا انحرافا سحيقا كما هو معلوم، حتى وصلوا إلى ذلك الفكر أنهم يستحلون دماء الصحابة ويعتقدون أنهم يتقربون بذلك إلى الله جل وعلا. فأي انحراف هذا؟ فهل يقال هؤلاء من المسلمين ومن أين يأخذون الدين والفهم؟ ثم أيها الأخوة، لما خرجت القدرية في أواخر عصر الصحابة أيضا في زمن ابن عمر رضي الله عنه، فلما خرجت القدرية في ذلك الوقت، القدرية ما هي فكرتهم؟ القدرية يقولون لا قدر، أن الله لم يقدر أفعال العباد من الحسنات والسيئات. القدرية يقولون إن الله جل وعلا لم يقدر أفعال العباد من الحسنات والسيئات، بل العبد هو الذي يبتدئ فعله ويخلق فعله، يفعل السيئات أو يفعل الحسنات، ولذلك يحاسب عليها. فنفوا القدر، قالوا لا قدر، ما يوجد قدر، الله ما قدر أفعال العباد. هؤلاء من أين أخذوا هذا الفهم وهذه الفكرة؟ هل رجعوا إلى الصحابة في فهم ذلك؟ فلما ظهروا في البصرة واستنكر مقالتهم هذا كثير من طلبة العلم وأهل العلم، فماذا فعلوا؟ مقالة غريبة محدثة لم يسمعوا بها من قبل، فماذا فعلوا؟ قالوا نرجع إلى الصحابة، نرجع إلى الصحابة ونسألهم. فخرج رجلان من أهل العلم، من طلبة العلم، حتى يلتقوا ببعض الصحابة ويسألوهم. فلما وصلوا المدينة وفق لهم عبد الله بن عمر رضي الله عنه، أحد علماء الصحابة، فاكتنفاه، أحدهم عن يمينه والآخر عن شماله، فسألوه قالوا يا أبا عبد الرحمن، ظهر عندنا أناس يتقفرون العلم، يقولون الأمر أنف، لا قدر، ما يوجد قدر. قال فأخبروهم بأني بريء منهم وهم براء مني. فهو الذي يحلف به عبد الله بن عمر لو أن أحدهم أنفق مثل أحد ذهبا ما تقبل من أحدهم حتى يؤمن بالقدر خيره وشره من الله. وذكر حديث جبريل الشهير الطويل في بيان الدين والإسلام، في بيان الإسلام والإيمان والإحسان. الشاهد هؤلاء كانوا في أواخر عصر الصحابة ورأوا الصحابة، لكنهم لم يأخذوا الدين وفهم الدين من الصحابة، ما رجعوا إليهم، خالفوا الصحابة، تبرأ منهم الصحابة. وكذلك أيها الأخوة توالت الفرق ظهورا بعد ذلك، وتسمعون وتقرؤون في كتب العقائد والمناهج عن الجهمية والمعتزلة والأشاعرة وغير هذا. هذه طوائف من المسلمين، وكان لكل واحدة منها منهاجها واعتقادها. وتسمعون الآن أيها الأخوة، تسمعون أن هناك من يقول ليس هناك عذاب في القبر ولا نعيم، وتسمعون هناك من يقول بتعطيل الصفات الإلهية، يقولون بأن الله جل وعلا لا يجوز أن نقول هو في السماء، وأن الله جل وعلا لا يجوز أن يقال أنه مستوى على عرشه، فعطلوا علو الله وعطلوا استواء الله جل وعلا على عرشه. وهؤلاء أيضا هم من المسلمين، لكن انظر إلى الفهم، فهؤلاء هل هم على فهم السلف، على فهم الصحابة؟ فمن خلال ذلك يتوفر للمتلقي والسامع ويعرف الفرق بين هذه المناهج. فظهرت بدعة تعطيل الصفات الإلهية خاصة في زمن المعتزلة، زمن المأمون الخليفة العباسي، لما امتحن العلماء على مسألة الصفات وعلى مسألة كلام الله، هل أن الله جل وعلا يتكلم؟ هذه العقيدة التي جاءت نصوصها في القرآن الكريم وكذلك في السنة النبوية المطهرة نصوص كثيرة. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، فسمى القرآن كلام الله. وكذلك قوله جل وعلا وكلم الله موسى تكليما، وكذلك قوله جل وعلا وكلمه ربه، ونصوص كثيرة في هذا الباب. هذه البدعة في زمن المعتزلة ألا وهي تعطيل الصفات الإلهية، لأن الله جل وعلا لا يتصف بصفة العلو ولا بصفة الكلام ولا بصفة اليد والوجه والعينين والرحمة والمحبة وإلى آخره من الصفات الإلهية.
ويعني سار على هذه الطريقة وعلى هذا المنهاج كما ذكرت المعطلة وفرق المعطلة حسب تعطيلهم، فمنهم التعطيل الغالي الذين غلوا في التعطيل وهم الجهمية الغلاة، ثم دونهم في التعطيل المعتزلة، ثم دونهم في التعطيل الأشاعرة، حيث أثبتوا بعض الصفات وعطلوا أكثر الصفات الإلهية. فهل يقال بأن هؤلاء رجعوا إلى فهم السلف، إلى فهم الصحابة، فأخذوا هذا الاعتقاد والمنهاج منهم؟ الجواب لا، كما مر معكم. فإذا أيها الأخوة الرجوع إلى فهم السلف، الرجوع إلى فهم السلف. واليوم نحن في هذا الزمن، في هذه العصور المتأخرة، وبيننا وبين عهد النبوة أكثر من 1400 عام، وكلما بعد العهد عن عهد النبوة كلما قل العلم، وكلما كثرت البدع، انتشر الجهل، وهكذا. والعكس بالعكس، كلما كان العهد قريبا من زمن السلف من زمن النبوة كلما كان الدين وكانت السنة واضحة وظاهرة لأهلها. فاليوم في زمن الغربة، في زمن الغربة. وأيضا هذه المناهج لا زالت موجودة ومنتشرة، وهذه العقائد لها مدارسها ولها جامعاتها تدرس في العالم الإسلامي، تدرس هذه العقائد وهذا الفكر. فنحن لا نطعن في مسلم بالسب والشتيمة وغير ذلك، إنما نتحدث عن هذه الأصول وهذه المناهج التي ينتهجونها ويعتقدونها من باب إيش؟ بيان السنة وبيان الحق. وإن كانت تلك الأقوال ليست مبنية على أصول صحيحة وأدلة صحيحة من الكتاب والسنة، فوجب الرجوع إلى الحق، وجب الرجوع إلى الحق والرجوع إلى السنة، الرجوع إلى السنة. فالمسلمون كلهم متفقون أن السنة وما تركه النبي صلى الله عليه وسلم من اعتقاد ومنهاج وأصول هي الحق الذي لا ريب فيه، وأن ما خالفه هو الضلال، وأن ما خالفه هو الضلال. لكن ماذا تجد في التطبيق وفي المقررات التي قرروها في مناهجهم وفي دراساتهم وغيرها، تجد أمورا كثيرة من هذا القبيل. فالشاهد من ذلك أيها الأخوة أن هذا الأصل ألا وهو الرجوع في فهم الدين، فهم الكتاب والسنة، إلى منهاج السلف وفهم السلف، هذا هو أصل أصيل، وهذا هو صمام الأمان من الانحراف والفتن، صمام الأمان من الانحراف والفتن. ويذكر عن أحد أساطين هؤلاء، أحد أساطين الأشاعرة في زمنه، الرازي أو غيره، كان في درس يتكلم في مسألة صفة العلو، وأن الله جل وعلا لا يجوز أن يوصف بأنه في العلو، وأنه مستوٍ على عرشه، ويأتي بأدلة عقلية وكلامية وفلسفية. فكان رجل من أهل السنة جالسا في هذا الدرس، فقال له: يا شيخ، ما تقول في هذا الشعور الذي نجده في قلوبنا أنها ترتفع إلى السماء في الدعاء؟ ما تقول في هذا الذي نجده في القلوب أنها ترتفع إلى السماء في الدعاء والتضرع؟ ما تقول في هذا؟ يقول: فأمسك الشيخ برأسه وقال: حيرني الهمداني، حيرني الهمداني. دليل الفطرة، هذا دليل الفطرة لا يقاوم. الفطرة في القلوب، الفطرة على توحيد الله جل وعلا وعلى إفراده بالعبادة، والفطرة على إثبات هذه الصفات العظيمة، الصفات الإلهية، ومنها صفة العلو، وأن الله جل وعلا فوق 7 سماوات، وأنه مستوٍ على عرشه. فهذه الأمور أيها الأخوة ودائما تذكر وتسمعون ونسمع، ويدندن الدعاة والعلماء وطلبة العلم حول هذا الفهم وحول هذا الأصل العظيم، ألا وهو الرجوع في فهم الكتاب والسنة إلى ماذا؟ إلى فهم السلف الصالح. أيها الأخوة، لما كثرت الآراء والعقائد والاجتهادات التي انشقت وانحرفت عن السنة، هذا الانحراف الكثير والانشقاق الكثير ماذا حصل وما كانت ثمرته ونتيجته في الأمة؟ أن الأمة تفرقت، أن الأمة تفرقت وصارت إيش؟ مناهج وطوائف، حتى وصل الحال إلى أن بعضهم يكفر بعضا،
فكفر بعضهم بعضا وبدع بعضهم بعضا وفسق بعضهم بعضا. هذا التفرق الطويل والعريض لماذا حصل؟ حصل بسبب هذه المناهج وهذه العقائد التي انشقت عن السنة وانحرفت عنها. فإذا الحل الأمثل لكي تجتمع الأمة وتكون أمة واحدة هو أن ترجع إلى أصل واحد، ترجع إلى أصل واحد، وهذا الأصل الذي ندندن حوله ونذكره دائما هو فهم السلف. هذا هو الأصل. فلو أن الأمة جميعا اتفقت ورجعت إلى فهم السلف، إلى اعتقاد السلف، إلى أصول السلف، لذهب الاختلاف ولكانت الأمة أمة واحدة غير متفرقة. إذن أيها الأخوة، الانحراف في المناهج والعقائد هو سبب تفرق الأمة، هو سبب تفرق الأمة. فالسنة هي التي تجمع الأمة، السنة هي التي تجمع الأمة، والبدع هي التي تفرق الأمة، لأنه تكثر الآراء والأقيسة والاجتهادات. وكما يؤثر عن ابن عباس رضي الله عنه قال: ما يوجد اليوم على ظهر الأرض أحب إلى الشيطان هلاكا مني. يعني الشيطان يتمنى أن أموت، الشيطان يتمنى أن يموت ابن عباس. قال: لأنه كلما أحدثت بدعة في مشرق أو مغرب حملت إلي فأقمعها بالسنة. كلما أحدثت بدعة أقمعها بالسنة، أردها بالسنن. فتأمل يعني البدع إذا كثرت البدع كثر الاختلاف، وبالنتيجة يتبدل الدين. فكلما أحدثت بدعة أميتت أمامها سنة حتى تحل البدع محل السنن وتموت السنن. وعند ذلك ماذا يكون التفرق والتشرذم، يكون التفرق والتشرذم في الأمة. أما الرجوع إلى فهم السلف إلى هذا الأصل ففيه اجتماع كلمة الأمة، اجتماع كلمة الأمة. وكثيرا ما نسمع من كثير من الدعاة على اختلاف مناهجهم ينادون بهذا الشعار العظيم ألا هو جمع الأمة، ينادون بهذا الشعار العظيم ألا هو جمع الأمة، وينادون باجتماع كلمة الأمة، ويعقدون الندوات والمؤتمرات في سبيل الكلام والمناقشة في سبيل الوصول إلى هذا الأصل ألا هو جمع الأمة. والجمع أمر ضروري ومطلوب، وهذا أصل عظيم ألا وهو الاجتماع. والله جل وعلا أمرنا بالاجتماع في كتابه الكريم، والنبي عليه الصلاة والسلام كذلك أمرنا بالاجتماع في سنته المكرمة المشرفة. لكن أيها الأخوة، القضية كما ذكرت ليست دعاوى وليست كلاما، إنما لا بد من التطبيق العملي والسعي الحثيث في سبيل الوصول إلى هذه الغاية المنشودة ألا وهي جمع كلمة الأمة. ولا تجتمع الأمة إلا على منهاجها الأول، لا تجتمع إلا على منهاجها الأول الذي اجتمعت عليه كلمة الصحابة رضوان الله عليهم. وكما كان الأمر في زمن قرون السلف القرون المفضلة، فالصحابة لم يختلفوا في العقائد ولم يختلفوا في الأصول. ما تجد أن الصحابة اختلفوا في التوحيد في الاعتقاد، ولا تجد أنهم اختلفوا في الصفات الإلهية، ولم يذكر عن واحد منهم أنه تكلم في تعطيل صفة من الصفات الإلهية أبدا. ثم كذلك أيها الأخوة سار العلماء ومنهم الأئمة الأربعة، وأنا دائما أذكر هذا المثال، ومنهم الأئمة الأربعة. عندما تقرأ في عقائد الأئمة الأربعة تجد أنهم على عقيدة السلف وعلى أصول السلف، لم يقولوا بقول من أقوال أهل البدع وعقائدهم ومناهجهم. وأضرب دائما هذا المثال، مسألة مسألة علو الله على خلقه، وعلو الله جل وعلا فوق 7 سماوات، وأنه مستوٍ على عرشه. نجدها في كلام أبي حنيفة هذا الأصل، ونجده في كلام الشافعي ومالك وأحمد، ونجده في كلام إخوانهم وتلامذتهم ومشايخهم، كلهم يقولون بأن الله جل وعلا فوق 7 سماوات ومستوٍ على عرشه، لا يخالف في ذلك أحد. لكن عندما تأتي إلى المتأخرين من الذين ينتسبون إلى الأئمة، إلى الشافعي وإلى أبي حنيفة وغيره، تجد أنهم يتمسكون بهذه العقائد التي خالفت أصول السلف
وخالفت اعتقاد أبي حنيفة واعتقاد الشافعي ومالك وأحمد. إذن أيها الأخوة، هذا الاجتماع فصل عظيم، وهو رحمة. اجتماع الأمة رحمة، وهذا ما يتحقق أبدا إلا بالرجوع إلى المنهاج الأول. فإذا فهم الدين، كيف نفهم الدين؟ لا نستطيع أن نفهم الدين فهما حقيقيا إلا بالرجوع إلى المنهاج الأول، إلى فهم الجيل الأول الذي كان حلقة الوصل بين الرسول وبين الأمة، وبذلك يزول الاختلاف وتقل الفرقة وتجتمع الأمة لو أنها فعلا أرادت سعيا حثيثا إلى الوصول إلى هذا الاجتماع. وهناك أمثلة كثيرة وشواهد كثيرة على هذا الباب، لكن لا يسعنا في هذا المقام إلا ما ذكرنا من أمثلة وأدلة في بيان مناهج كثير من الطوائف المنتسبة للإسلام، للمسلمين، للأمة والأئمة، لكنها لما خالفت في الأصول والفهم والاعتقاد حصل التفرق وحصل التشرذم والاختلاف. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.